بيكم في حلقة جديدة من قاعدة مع شهد. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، فاحنا مش هنتكلم النهاردة عن البنات السوبر ستارز الخارقة او البنات المثالية اللي عندها كل حاجة او اللي حياتها ماشية زي ما هي عايزة. لا، احنا هنتكلم عن البنات اللي مش عندهم اي حاجة من دي، تمام، وشايفين نفسهم بنات عادية، اللي بيقولوا على نفسهم احنا بنات عادية، مفيش اي حاجة مميزة في حياتنا، مفيش اي حاجة بتميزنا عن الناس التانية. فانا هتكلم معاكي لو انتي شايفة نفسك من البنات كده. انا عامة انا بنت عادية جدا، تمام، فهنتكلم النهاردة عن البنات العادية وعن قوة البنات العادية. هي مش البنات العادية دي، هي البنات اللي بتصحى كل يوم الصبح علشان تروح جامعتها او علشان تروح شغلها، بتذاكر، بتساعد اهلها، بتحاول توازن ما بين حياتها وما بين مسؤولياتها. هي البنت البسيطة اللي ساعات عندها صحاب وساعات ما عندهاش، زي ساعات وحيدة يعني. والبنت دي بتزعل وبتفرح وبتغلط وكمان بتتعلم، تمام. ممكن يكونوا البنات العادية مش عندهم موهبة واضحة زي مثلا الغنى أو التمثيل، ولكن بنكون عندنا مهارات، بتكون مهارات بسيطة كده، حتى ممكن تكون المهارات دي يعني محدش باصص ليها، احنا شايفينها ان محدش هيبص ليها. البنت اللي المجتمع شايفها عادية، يعني في نظرة المجتمع، لان بحس ان المجتمع بيشخصن على مزاجه، فهي دي بالنسبة له البنت العادية اللي هي مش بتلبس اغلى البراندات، اللي مش عايشة في فيلا، اللي مش غنية عامة، اللي اهلها مش مشهورين وهكذا. هي دي بالنسبة له البنت البسيطة العادية. ولكن انا حابة اقول لكم البنات العادية دي منها بيطلع ايه. البنات دي بيطلع منها قادة وملهمات. بصوا، اغلب الستات اللي غيروا العالم، تمام، ايوه في ستات غيروا العالم، اغلبهم كانوا كلهم عاديين، يعني الاغلبية كانوا عاديين جدا جدا جدا، ويمكن اقل من العاديين كمان. ما كانوش اللي هم زي ما انا قلت لكم، ما كانوش اللي هم السوبر ستارز في البداية عشان يوصلوا ويغيروا العالم. بالعكس، البنات اللي شايفة نفسها عادية أو اللي بتقول على نفسها عادية بيطلع منهم أمهات عظيمة، بيطلع منهم أمهات بتربي أجيال كاملة. اللي بيطلع من الأجيال دي دكاترة أو مهندسين أو معلمين أو موظفين، المهم ناس بتبني المجتمع. بيطلع منهم سيدات أعمال. واحدة زيي أو زيك ممكن تبدأ بمشروع صغير من أوضتها، من أوضة في بيتها، وتنجح، والمشروع ده ينجح ويدخلها فلوس كتير جدا ويمكن ملايين، فبقت سيدة أعمال. هي بنت عادية زي وزيك، كانت قاعدة في البيت فكرت في مشروع، أو هي كان نفسها تعمل مشروع ونجحته، بقت سيدة أعمال. بنات بيسيبوا بصمة في شغلهم، يعني مش لازم تكون مشهورة، يعني مش لازم تكوني مشهورة، ولكن انت ممكن تكوني احسن مدرسة في مكانك، في المكان اللي انت شغالة فيه مثلا، او ممكن تكوني احسن دكتورة في بلدك، موظفة يعتمد عليها، افضل موظفة في الشركة اللي انت شغالة فيها. عايزة اقولك ان العادي عمره ما كان قليل، بالعكس جدا جدا، العادي اللي بيطلع منه اعظم الانجازات. اصل احنا فاهمين ان كلمة عادي او انسان عادي يعني انسان ملوش اي 30 لازمة، بالرغم ان هو بالعكس تماما. بصي هقولك على مثال، انتي عارفة البذرة صح؟ في الاول بيكون شكلها عامل ازاي لما نيجي نحطها في الارض؟ شيء بيكون صغيرة جدا وشكلها عادي جدا، مفيش اي حاجة فيها مميزة، يعني هي شكلها بيكون عادي صغيرة، تمام. احنا بقى لما نيجي نرويها ونستمر ان احنا نهتم بيها، البذرة دي هتبقى ايه بعدين؟ البذرة دي هتكون شجرة كبيرة، شجرة ضخمة، تمام. الشجرة دي احنا هنستفاد من الثمار بتاعتها، هتشبعنا او هنستفاد منها بأي طريقة، وكمان الشجرة دي هتكون ظل لينا، يعني ممكن كتير قوي ان هي تكون ظل لينا، يعني شوفي ليها كام سبب. فاحنا زي كده بالظبط، يعني احنا زي كده بالظبط، احنا شايفين نفسنا ان احنا عاديين، حياتنا بسيطة جدا، ولكن جوانا قوة وجوانا قدرة ان احنا نعمل حاجات تبهر العالم من غير اي مبالغة والله العظيم. وارجعي شوفي الناس او الستات اللي ناجحة، وفعلا الستات اللي مغيرة العالم كانوا عاديين جدا، والله كانوا عاديين. احنا اللي مصغرين
نفسنا بكلمة عادي، مع ان عادي دي يا جماعة، عادي دي يعني بسيطة. مفهمين نفسنا ان العادي ده ملوش لازمة. وبعدين هقولك على حاجة، تمام؟ وحاولي انتي تفكري فيها كده معايا. العادي هو اللي بيخليكي حقيقية. استوعبي، العادي هو اللي بيخليكي حقيقية. ازاي؟ انتي دلوقتي شايفة ان احنا اصلا في زمن كل الناس عمالة بتجري ورا الشو، كل الناس عمالة بتجري ورا المظهر والمنظر. اما بالنسبة للعالم دلوقتي، بالنسبة للمجتمع، ان العادي والبسيط ده لا. لكن بالعكس تماما تماما، انت لما تكوني جنب ناس زي دي عمالة بتتسابق، ولكن انت بسيطة هادية، مرستقة نفسك، تمام، ماشية بخطوات ثابتة، مخططة انت هتعملي ايه، عارفة انت عاوزة ايه. والله العظيم انت هتوصلي الاول، انت هتوصلي قبلهم بمراحل. انتوا عارفين دلوقتي انا فكرت في ايه؟ والله لسه جايه في دماغي حالا. فكرت في المسلسلات، في المسلسلات التركي والاجنبي والايطالي والكلام ده. المهم المسلسلات الابطال فيهم، البطل دايما بيكون مركز على البنات العاديه، بالرغم ان هو بيكون قدامه البنات اللي هم الاغنياء اشكال والوان، ولكن هو بيركز على العاديه البسيطه. حتى تلاقوا البنات التانية اللي هم الاغنياء، ايه ده، هو بصلها ازاي، هو حبها ازاي، ده هي مش عارفه ايه وكده. حبايبي، البنت العادية الحقيقية هي اللي بتصنع القوة. والله يعني احنا انا وانتي، احنا اللي بنصنع القوة بايدينا. احنا بنتعلم وبنحاول وبنقع وبنقوم، وحتى بنكمل من غير ما ننهار. بنحاول ان احنا نقف قدام اي حاجة صعبة، بنحاول ان احنا نتخطى الظروف. احنا بنقاوم ومش بنستسلم. فبلاش نكره فكرة اننا بنات عادية، بنات بسيطة. لا والله بالعكس، بالعكس فعلا صدقوني، العادي بيساوي القوة، بيساوي البساطة المثالية. انت عارفة، يوم ما هتنوري كده وهتحققي حلمك، الناس كلها هتقول، يعني مش هتقول ان انت بدأتي واو وبدأتي قوية لا خالص خالص. هتقولي ان انت بدأتي من ولا حاجة، هتقولي ان انت بنت بسيطة بدأت وحققت احلامها، بنت اللي بقت استثنائية. خلصت. فانا مش عايزاكوا ابدا تكرهوا فكره ان احنا بنات عاديه او ان احنا بنات بسيطه، واوعوا ابدا تكرهوا كلمه عاديه، لان صدقوني مفيش بنت نجحت الا لما كانت عاديه، بدات عاديه خالص خالص. كلمه عاديه دي يعني استثنائيه. فاهمه ازاي؟ فانتي خليكي فخوره بنفسك، لازم تكوني فخوره بنفسك مهما كان، عاديه بقى مش عاديه، مهما كان خليكي فخوره بنفسك. مش عاوزاكي تنسي ان القطر لسه ماشي والرحله لسه مكمله، ولو عايزين تكملوا معايا الرحله، اهم حاجه بس ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. المهم لو عايزين تكملوا معايا الرحله، استنوني كل يوم سبت الساعه 8 في قعده مع شهد.